ناس كتير جدًا لمّا تتسأل هي مين، بتجاوب اسمها، الوظيفة اللي هي بتشتغلها، زوجة فلان، أخت فلان، بنت فلان، عايشة في البلد الفلاني وهكذا. بس في الحقيقة ده مش إحنا، دي الأدوار والوظايف العلمية أو الاجتماعية اللي إحنا بنقوم بيها، وبالتالي ده مش إحنا. للأسف المجتمع كان بيملّينا إحنا مين، وبيفرض علينا شكل الحياة والأدوار اللي إحنا هنلعبها. لو أنتِ مطلقة فمصيرِك أو مستقبلِك هيكون كذا، لو أنتِ بنت ما ينفعش تعملي كذا ولازم تعملي كذا، لو أنتِ دورِك محصور في جانب معين، وهكذا من الأدوار اللي المجتمع بيملّينا حرفيًا إحنا مين. أنا مين؟ ده من أصعب الأسئلة اللي ممكن كل واحد فينا يتسألها لنفسه. إجابة السؤال ده محتاجة وعي كبير بنفسنا، وعي بالوظايف اللي إحنا بنقوم بيها، وعي بالأحلام بتاعتنا، إيه اللي بيحركنا، إيه المعتقدات اللي عندنا، إيه الحاجات اللي إحنا مؤمنين بيها، إيه أحلامنا أصلًا، إيه الحاجات اللي إحنا بنحبها وبننغمس كمان فيها لمّا بنيجي نعملها، إيه الأهداف اللي إحنا نفسنا نحققها، إيه المميزات اللي عندنا، إيه العيوب اللي عندنا، إيه كمان معتقداتنا. كل دي بتشكل إحنا مين. المجتمع بيفضل يقنعنا إن إحنا الشكل الخارجي اللي هو الأدوار اللي إحنا محصورين فيها، بالضبط زي الوردة. المجتمع مش شايف غير الورق بتاع الوردة، بس في الحقيقة إن الوردة دي عبارة عن الساق والورق والقلب بتاعها والألوان والريحة والطبيعة كمان بتاعتها. الورق هو اللي الناس شايفاه وهو اللي بتقنعنا إن هو ده إحنا، بس في الحقيقة إحنا أكتر من الدور ومن النظرة اللي المجتمع بيكون حاصرنا فيها. وبدليل لو إحنا حاصرين نفسنا في الأدوار اللي إحنا بنقوم بيها، سواء كأم، كزوجة، كأخت، كبنت، لو حد فينا خسر دور من الدور ده، خسر أهله، خسر دراسته، هيكمل حياته إزاي؟ ده دليل إن إحنا عندنا وعي أكبر بالأدوار اللي إحنا بنقوم بيها، بس ما عندناش وعي بنفسنا. المفروض إن وإحنا داخلين الجامعة نكون خلاص درسنا كفاية، ونكون قادرين إن إحنا نختار حاجة إحنا عايزينها، ونكون كمان قادرين نكون فاهمين نفسنا، فاهمين إحنا عاوزين إيه ومجالنا إيه، قادرين نختار القسم والمجال، الطريق اللي نكون فهمنا نفسنا وفهمنا إن ده اللي إحنا عايزينه، مش المجتمع فرضه علينا. بس في الحقيقة إن بعد كل الدراسة دي بنطلع لسه مش فاهمين إحنا مين، مش فاهمين إحنا عاوزين إيه وعاوزين نكون إيه، وده اللي بيوصلنا لأزمة الهوية. خلونا نعرف أكتر عنها. أنا آية هويدي، ودي قناة ميكس جوانا، واللي بنتكلم فيها عن مواضيع كتير مختلفة من حياتنا. لو انتوا جداد في القناة ما تنسوش ان انتوا تشتركوا وتتابعوا كل جديد بينزل، ويلا بينا نضيف لمسة نور جديدة في حياتنا. أنا مين؟ معظمنا عارف سن المراهقة، وكمان عارفين أزمة منتصف العمر، بس قليل قوي اللي يعرف عن أزمة الهوية. أزمة الهوية بتحصل بين سن 28 ل 35 سنة. بنبقى ماشيين كده في حياتنا تمام، بس فجأة بتلاقي عندنا سؤال كده صحي: أنا مين وعايز إيه؟ وهل اللي أنا بعمله ده بتاعي أصلا ولا المجتمع هو اللي اختاره لي وفرضه عليا؟ اللي بيحصل إن المخ بتاعنا في الفترة دي بيكون لسه بيكمل بناء أهم جزء فيه، وهو القشرة الأمامية. القشرة الأمامية دي اللي هو الجزء المسؤول عن اتخاذ القرارات وعن التخطيط والسيطرة على الانفعالات، وكمان ربط الماضي بالحاضر. الكلام الكبير ده، الوقت ده في نفس الوقت اللي بيكون فيه عقلنا بينضج، هو نفس الوقت اللي بتكون في دماغنا بتسألنا الناس هتقول ايه، وده اللي بيكون مسيطر علينا لسنين طويلة فاتت. لما الجزئين دول في المخ بيبدأوا يتخانقوا مع بعض بتحصل أزمة الهوية. اللي بيحصل فجأة إنك فعلا بتبدأ تشك في قراراتك القديمة، تبدأ تسأل نفسك: وانا اخترت شغلي ولا المجتمع اللي اختاره لي؟ بتحس ان العلاقات ساعات مش مناسبة، او انت مش عارف تبدأ علاقة اصلا. بتسأل: هو انا عايز اتجوز فعلا ولا الناس هي اللي مستعجلاني؟ بتواجه أول مرة فكرة الحلال إيه وده رأي مين، وهل اللي أمي قالته لي ده كان مناسب ليا ولا للزمن بتاعها. في المرحلة دي أنت بتبدأ تتجرد من النسخة اللي المجتمع حواليك بدأ يبنيها، وبدأ يخليك تتبنى النسخة دي كأن هي دي نسختك أنت الحقيقية. بس في الحقيقة لأ، الأزمة دي والفترة دي هي اللي بتخليك تبني أنت نسختك أنت الحقيقية. لأول مرة بتفكر وبتعيد تعريف أولوياتك، بتكسر العادات اللي أنت اتربيت عليها، بتشوف العالم بعيونك أنت، بعيون جديدة مش بعيون المجتمع اللي هو فرضه علينا. وبدليل إن المجتمع ده نفسه بيتغير. من 50 سنة كان العيب مختلف عن العيب اللي موجود النهاردة. كانت الظروف والمشاكل والمصايب والحاجات اللي احنا كنا بنسمع عنها في المجتمع من 50 سنة والمسلمات بقت دلوقتي مختلفة جدا. العلم نفسه بيتغير، كل نظرية بتيجي بعدها بفترة كبيرة بتبدأ نظريات تانية تلغي النظريات القديمة، وهكذا. فليه طالما المجتمع والعلم
وكل شيء بيتغير، ليه أنت تفضل مستمر في النسخة بتاعتك القديمة ومقتنع بيها ومتمسك بيها ومش قادر ومش عايز تكسر العادات اللي أنت اتربيت عليها؟ وتسأل نفسك مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي حط القاعدة دي؟ مين اللي قال العادة دي؟ هل القاعدة دي ربنا اللي قالها؟ فلو ربنا اللي قال نتأكد إن ربنا اللي قال ونبحث ونعرف في الدين، وقتها خلاص سمعنا وأطعنا. طيب هل الحاجة أو المعتقد ده المجتمع اللي فرضه والمجتمع اللي قاله؟ المجتمع ده بيتغير. هل العلم اللي قالها؟ العلم أصلا نفسه بيتغير كل فترة، وبرضه نتأكد من كل معلومة بندخلها لدماغنا أو بنعتقد أو بنؤمن بيها، وهكذا من كل المعتقدات والعادات اللي احنا ممكن نكون اتربينا عليها بشكل غلط. أزمة الهوية ده مش مرض، ده تطور، مرحلة ربنا سمح بيها علشان نراجع نفسنا، نفهم احنا مين، نختار حياتنا بإيدينا مش بإيد الناس. ده الوقت اللي تبدأ تسأل فيه نفسك ايه اللي ليا، ايه اللي عليا، ايه اللي انا مؤمنة بيه فعلا، ايه اللي كنت بعمله عشان كان كل الناس بتعمله فعملت كده وخلاص. طيب المفروض نعمل ايه دلوقتي؟ نعرف ان اللي بيحصل معانا ده طبيعي لو احنا حسينا بان احنا عندنا أزمة الهوية، وان ده مش انهيار، ده نضج. ناخد قراراتنا بمنتهى الهدوء، خصوصا لو قرارات كبيرة زي جواز أو طلاق أو هجرة أو تغيير كارير وشغل. نفتكر دايما إن هدفنا مش نبقى نسخة بترضي الناس، هدفنا إن احنا نبقى نسخة بترضي ربنا أول حاجة، بترضي نفسها، وبرضه يعني يبقى أكيد هنرضي نفسنا برضا ربنا، يعني مش هنخرج عن طريق ربنا، ولا برضه إن أنت ترضي نفسك على حساب أي حد تاني. أنت هترضي نفسك باللي هو الأصح والأصلح ليك، بس برضه مش إن أنت تيجي على نفسك وتبوظ حياتك وتمشي في طريق هو مش طريق. ركز مع مشاعرك ودون أفكارك. مهم نركز مع مشاعرنا ونكتبها، وكمان الأفكار اللي بتجيلنا. كل ده هيساعدنا إن احنا نكتشف أولوياتنا ونفهم نفسنا قبل ما المجتمع هو اللي يحاول يفهمنا احنا مين. بصراحة من أقوى وأكثر الحاجات اللي يعني ممكن فعلا تفهمنا عن نفسنا كتير 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 ومعظمنا يجهلها هي الكتابة. بجد ما تبطلوش إن انتوا تكتبوا أبدا أبدا. اكتبوا كل حاجة، اكتبوا عن نفسكم، اكتبوا. أول لما تكتبوا هتشوفوا انتوا بتكلموا نفسكم ازاي أصلا، بتكلموا نفسكم بشكل إيجابي ولا بشكل سلبي. هتشوفوا أفكاركم واهتماماتكم ايه. دايما كمان ركزوا مع نفسكم الفترة اللي جاية، شوفوا انتوا فعلا حتى المحتوى اللي انتوا بتتفرجوا عليه، شوفوا بتتفرجوا على محتوى ايه كتير، وفي الغالب هيكون ده اهتمامكم في الجانب ده. ولو المحتوى ده قيم فاعرفوا ان انتوا مهتمين بيه وان الجانب بتاعكم ده كمان قيم. طب لو محتوى تافه محتاج ان انت تراجع افكارك وترتب نفسك تاني وتشوف اللي انت بتتابعه ده. وكده نبقى وصلنا لان ازمة الهوية مش نهاية، ده نظام تحديث كده زي اللي بنعمله للموبايل. اللي هيطلع بعده بتبقى نسخة اقوى من النسخة القديمة، نسخة بتشبهنا مش بتشبه توقعات الناس. خلي بالك من زوزو، زوزو دي مش صاحبتك، زوزو دي نفسك. عارفين لما حياتنا هتبقى مقسومة نصين كده، نص بيجري علشان يرضي الناس وفي نص تاني قاعد ورا كده ساكت ومستني، زوزو دي هي النص التاني. كل شوية يقول لنا أنا هنا بس احنا مش سامعين. أزمة الهوية على حسب دراسات جامعة هارفارد بنسبة 67% من البنات ما بين سن 26 ل 34 سنة بيمروا بيها. المؤلم إن المرحلة دي إحنا بنتعامل فيها مع نفسنا بطريقة سلبية. خلينا أسألكم سؤال، لو حد من صحابنا غلط بنقول له إيه؟ نقول له ولا يهمك كلنا بنغلط. لو فشل في حاجة نقول ولا يهمك المهم إن أنت كويس. بنبدأ نديله دعم ونبدأ نديله أفكار وحلول وندعمه في الموقف اللي هو فيه. لو خسر صديق أو حبيب أو أيا كان بنبدأ ندعمه ونقدم له حلول وحاجات كتير قوي، وبنبدأ كمان نقول له كلام حلو. مستحيل هنروح نقول له أي كلام وحش. لكن إحنا لما بنغلط بنجلد نفسنا، نقعد نقول لها أنت أسوأ حد في الدنيا، ما أنت أصلا فاشلة، ما أنت عملتي كذا عشان كذا، ما أنت هتفضلي طول عمرك الناس تستهفئك ومش عارف إيه، ما أنت هتفضل طول عمرك تفضح في مشاريع وتفشل و. ليه بنعمل كده مع غيرنا ومش بنعمل كده مع نفسنا؟ ليه مع الناس بنديهم حب وتقدير وليه مع نفسنا بتكون حرب؟ خلونا نسمع زوزو وخلونا نسمع الشخص اللي جوانا، زوزو اللي نفسنا نحلم إن إحنا نكونها في يوم من الأيام، اللي مش هتيجي بالغضب ولا بالكلام السلبي، اللي هتيجي بالصلح بالكلام الجميل. لازم نعامل نفسنا زي ما بنعامل أي حد بنحبه، نشجعها لما تعمل أي خطوة صغيرة، نقف جنبها لو وقعت، نسامحها كمان لو غلطت، والأهم إن احنا نحترمها ونحترمها حتى لو هي مش كاملة، لأن أصلا مفيش أي حد كامل. وخليني أقول لكم سر محدش هيقوله، الإنسان
مش بيوصل لهويته، الإنسان بيصنعها عن طريق إنه يعرف نفسه ويعرف كل حاجة هو مهتم بيها. المخ كمان نفسه بيساعدنا. سبحان الله إن القشرة الأمامية بتاعتنا هي اللي بتبدأ تنضج لما فعلا نكبر، الجزء اللي مسؤول وهو اللي بياخد معانا القرارات ويبدأ يسألنا وهو المسؤول عن التخطيط. فيعني اللي احنا فيه ده طبيعي، ده مش عطل، ده تطور. زي ما قلت ده فيرجن جديد نازل، تحديث احنا بنعمله لعقلنا ونبدأ نفلتر بيه كل حاجة احنا كنا بنعملها قبل كده. بس عايزاكم تاخدوا بالكم من حاجة مهمة، زوزو دي مش هتتطور لو فضلنا نعاملها كأنها آخر واحدة تستحق. محتاجين نعطيها حب وصبر وإعادة تربية حقيقية، نقرأ ونتعلم ونسمع ونفتح دماغنا على أفكار جديدة، مش بس تعليم معلب ولا قصص من مسلسلات بتشكل عقلنا هي على مزاجها. الإعلام ممكن يصور لنا المجرم ضحية في يوم من الأيام والضحية مجرم، وطبعا مفيش أنسب ولا أقوى من الأحداث اللي بتحصل حاليا تقدر تثبت لنا إن الإعلام بيصور لنا أي حاجة على حسب ما هو عايز. فلما مش واخدين بالنا هنلاقي نفسنا شبه أي حد، بنعبي أي حاجة تدخل عقلنا وخلاص. أي حد عايز يرمي أي زبالة، يرمي أي حاجة بيرميها جوه عقلنا وإحنا بنحسي وخلاص، مش مهتمين ولا بنفلتر ايه اللي بيدخل عقلنا وايه اللي بيشكل وعينا. اصلا وعينا ده هو الموظفه اللي واقفه على الباب بتاع العقل، تقول لي المعلومه دي تخش والمعلومه دي لا ما تلزمنيش. نختار المعلومات ونختار الحاجه اللي تبني فينا مش الحاجه اللي بتهد فينا. وفي الاخر هقول لكم جمله هتغير معاكم شويه كل حاجه، عاملوا نفسكم زي ما تحبوا اللي حواليكم يعملوها، زي ما انتوا بتشجعوا وتدعموا كل الناس اللي حواليكم. في الغالب لما بتقدموا حاجه لحد انتوا بتبقوا محتاجينها، تبقوا اكتر حد كمان محتاجها. وده مش رفاهية، ده أصل علاقتنا بنفسنا. لو كسبنا نفسنا هنكسب كل حاجة بعدها، لأن هي أكتر حد في الدنيا محتاج لينا ومحتاج إن احنا ندعمه، محتاج نقف معاه. مثلث الرعب. مثلث الرعب ده الأكل، الرياضة، النوم. أول ضلع في المثلث هو الأكل. الأكل فرق كبير بين إن احنا نكون شايفين الأكل ده حاجة احنا بنعملها وفرحانين بيها أو بتساعدنا كده وخلاص، وفرق كبير بين إن احنا نشوفه بيعوض وبيبني جوه جسمنا. لو فهمنا ان الاكل هو البترول اللي بيشغل حياتنا قرارات كتير هتتغير. منظمة الصحة العالمية قالت ان الشرق الاوسط من اعلى المناطق في العالم فيه السمنة، والبنات بعد اول سنتين جواز بيزيد وزنها، بعد ما كانت 58 بتبقى 85. وده بيرجع لسبب ان هم مش عشان بياكلوا كتير، لكن عشان بياكلوا من غير وعي، سكريات، دهون، مواعيد مش مناسبة، وبناكل في أي وقت، أكل بنعاقب بيه نفسنا أو بنكافئها بس مش بنحميها. حتى الناس الرفيعة لو أكلها مش متوازن صحتها من جوه بتنهار وهي مش واخدة بالها. الأكل مش عدو، الجهل هو اللي عدو. الكاتبة سألت سؤال جميل قوي، قالت قبل ما ناكل صينية البسبوسة ولا ناكل حاجة من الحلويات ونفكر ان احنا نقضي عليها، نسأل نفسنا بجد احنا بناكل عشان نتبسط واللحظة اللي احنا فيها دي تمر، ولا احنا بناكل عشان نبني حاجة في جسمنا وده فعلا هيفيدنا أو لأ. بصراحة ده فرق معايا في قرارات كتير وأنا واقفة قدام التلاجة كده وعايزة أكل أي حاجة أو جعانة، خصوصا آخر فترة بعد الولادة دي بيكون فعلا الواحد عنده شهية صعبة، كمان السكريات تحديدا. فبجد بدأت أقف وأسأل نفسي وأحاول آكل حاجات تضيع الجوع وحاجات تخليني أغير تفكيري وأشتت عقلي عن الحاجة اللي هو كان رايح يعملها. اتعاملوا مع عقلكم على انه عيل صغير فعلا، لو انت عايز تشيل من ايديه حاجه هيكسرها، دايما بتلفت انتباهه بحاجه تانية بتشخشخ كده، تلفت انتباهه بس وتشتته عن الحاجه اللي معاك بالظبط. اول لما تحس ان انت او لما انت تحس ان انت داخله على التلاجة كده وخلاص هتقتحمي وتاكلي اي حاجه قدامك، هتخلصي حله المحشي كده وتقضي عليها من كتر حبك وان انت مشتاقه لها، ايا كان نوع الحاجه اللي احنا خلاص فعلا مقبلين عليها وعارفين ان الكميه منها هتبهدلنا والكمية منها مش صحية، ونكون بنتعامل معاها بوعي قبل ما ناكل. شتت نفسك، نحاول نشتت نفسنا بأي حاجة تانية سريعة، سناك، نعمل حاجة نشربها تسد نفسنا طبعا مش تفتح نفسنا، نجيب خيار، نجيب خضار، ناكل خضروات، ناكل أي حاجة، نشتت نفسنا بأي شكل يعني. في بعض المجتمعات وبعض الأسر بيكون عندها عادات كبيرة جدا وسيئة عن الأكل، بتتحط قدامك كميات كبيرة من الأكل وانت بتاكل كده وانت مش حاسب الكمية اللي انت أكلتها. بس في بعض الأسر أو الصح اللي انت كمان تعمله، حتى لو الأسرة بتاعتك بتعمل كده، حاول تجيب طبق تمام تحط فيه كمية معروفة من الأكل اللي انت هتاكله، كمية رز معينة، كمية مكرونة، أيا كان. ومهم إن احنا ننوع من مصادر الأكل بس نبقى عارفين كميتها كويس،
ومهما كان الأكل مغري ومهما كان الأكل كويس والأكل جميل حوالينا، مهم إن إحنا ناخد احتياجنا من الأكل، مش ناكل وخلاص. ومش لازم نخلّص الطبق بتاعنا، هنحط في الطبق بتاعنا الكمية اللي إحنا هنكون محتاجينها وضامنين إن إحنا نخلّصها، وما تاكلش عشان هم عايزينك تاكل وتخلّص الأكل عشان تبقى شاطر، كُل الكمية فعلًا اللي جسمك هيستفاد بيها. وإذا أكلنا لا نشبع، هو ده اللي دايمًا نثبّته في عادات الأكل بتاعنا. تاني ضلع هو الرياضة. لو أنتِ العبي رياضة، لو أنتِ موظفة العبي رياضة، لو أنتِ زوجة أو حتى لسه ما اتجوزتيش، لو أنتِ في الكلية، لو أنتِ أي حاجة، حتى هي قالت لو أنتِ حتى امرأة متوحشة، العبي رياضة. الرياضة مش رفاهية بجد، الرياضة هي أكتر حاجة بتصلّح من جوّه لبرّه، بتصلّح اللي جوانا، الجسم بتاعنا أصلًا. جامعة هارفارد بتقول إن 20 دقيقة رياضة يوميًا بتحسّن المزاج والهرمونات والنوم. كل شيء حرفيًا بتحسّنه الرياضة فوق ما أي حد فينا يتخيّل، مش عشان الشكل ولا عشان أنا لمّا هالعب 20 دقيقة والّا أتمشى مش عارف إيه هو ده اللي هيخلّيني خلاص العضلات والدنيا والفرتكة، بس عشان الجسم فعلًا لمّا بيصحى ويفوق كل حاجة معاه بتصحى وكل حاجة معاه فعلًا بتفرق نفسيًا بشكل مش طبيعي. 65% من الموظفين اللي لعبوا رياضة بشكل يومي زادت الإنتاجية بتاعتهم وقدرتهم على إدارة الوقت بتاعهم. التمرينات اللي موجودة على اليوتيوب وبقى ما فيش بجد حد عندنا خالص ليه حجة، مش لازم أنزل الgym ولمّا هافكّر في الgym هافكّر في اشتراكه، هافكّر في مواصلاته، وهافكّر في الوقت بتاعي وفي خلال اليوم أنا هارتّب نفسي إزاي، plus إن إحنا كمان مش بننزل حتى الgym كده وخلاص، ده إحنا بنقعد لازم هاجيب لبس gym، ما ينفعش كده أقضّي نفسي بأي تيشيرت عندي وأي طقم وأضبّط الدنيا وخلاص لأ، في ناس بجد بتعقّد الموضوع جامد، فالموضوع ما بقاش صعب، بالعكس اليوتيوب بقى مليان فعلًا محتوى كبير جدًا بيعمل رياضات، بالعكس هو فعلًا بقى ناقص إن هم يعملوا لنا رياضة نلعبها وإحنا نايمين. فالحركة مش رفاهية، الرياضة هي كرامتك الصحية. أبحاث كتير جدًا قالت إن الرياضة بتقلل الزهايمر وهشاشة العظام وأمراض القلب وسرطان الرئة والقولون وهكذا. بصراحة في معلومات كتير جدًا عن الرياضة علشان نحفّز نفسنا ونشجّع نفسنا على حاجة جديدة أو عادة جديدة إحنا عايزين نبنيها، ابدأوا اعملوا search عن الرياضة وأهميتها وكل المعلومات اللي ممكن تقدروا تستفادوا منها عشان تتشجّعوا أكتر ويبقى عندكم سبيل إن أنتم تستمروا فيها وكمان تأدّوها وما تأثّروش فيها. الضلع التالت وهو ضلع النوم. ليه مهم للدرجة دي إن إحنا نهتم بالنوم بتاعنا؟ لإن دماغنا بترجع تتضبّط وإحنا نايمين. في العلاج المعرفي السلوكي بيستخدموا مفهوم نضافة النوم، وده يعني إن إحنا نخلق بيئة تساعد دماغنا إن هي تهدى وتستقبل تاني يوم من غير انهيار. خلّونا نثبّت العادات اللي جاية دي قبل النوم، من أقوى العادات اللي هتضبّط معانا حاجات كتير جدًا. لازم ندخل ننام تقريبًا في نفس الميعاد كل يوم، وندخل السرير لمّا نكون عايزين ننام، مش ندخل عشان نscroll أو يبقى في أي عادة سلبية. لو معرفناش ننام بعد 20 دقيقة نقوم من السرير. لازم نخلي الضوء اللي حوالينا هادي، ضوء دافي وبسيط عشان يساعدنا ندخل في النوم أكتر. خلونا ما نستخدمش السرير غير للنوم وبس، مش للمذاكرة، مش للأكل، مش للسكرولينج، مش لوقت الموبايل ولا الكلام ده. لعب الرياضة خلال اليوم بيظبط معانا كتير جدا في النوم. ناخد على الأقل 7 ساعات كافيين، وفي مقولة بتقول ساعة قبل 12 بساعتين بعد 12، فلو نمنا قبل الساعة 12 بجد بناخد راحتنا كفاية وبنصحى فعلا شبعانين من النوم. وقبل ما ننام ما ننساش نقول لنفسنا إن إحنا بنحبها، عشان نفسنا مش هتتعدل بالعقاب، بل بالعكس هتتعدل بالحب، ولما نحبها هنحميها، ولما نحميها هنعيش معاها. بما إن إحنا أخدنا خطوة في إن إحنا نتعلم ونسمع ونطور من نفسنا، فاسمعوا كتاب لماذا ننام واعرفوا أكتر عن الرياضة واعرفوا أكتر عن العادات الصحية في الأكل. وده كده مثلث الرعب. لو عرفنا نكسب زوزو مثلث الرعب ده هيتحول لمثلث النجاة. خلي بالك من نفسك، لأن مفيش أي حد في الدنيا محتاجها قدك. فضولك هو الباب اللي بيفتح حياتك. احنا فاهمين ان عمرنا ما هنعرف نفسنا واحنا واقفين في نفس النقطة، بس تعالوا نكمل اللي احنا بدأناه. بعد ما صالحنا زوزو جه الوقت ان احنا نكتشفها، لأن الحقيقة الإنسان مش بيلاقي نفسه، الإنسان بيعيد تشكيل نفسه كل يوم. لكن قبل كل ده في احتياجات بسيطة لازم نلبيها لنفسنا، مش رفاهية، بالعكس دي شحن، الشحن اللي بيخلي البطارية تشتغل. وبحب دايما مفهوم الشحن ده جدا، حتى لو حاجة بسيطة جدا صغيرة كل يوم احنا بنعملها ونكون بنحبها، سواء مشي أو كتابة أو قراءة أو أي حاجة احنا بنحب نعملها، أو حتى قاعدة مع نفسنا من غير صوت.
أي تفصيلة بسيطة بتقول لنا إحنا موجودين، لإن إحنا لو ما أخدناش استراحة في طريق السفر هنوصل، بس هنوصل متكسرين. خلّونا نعمل لِستة صغيرة بالحاجات اللي كنا بنحبها زمان وبنحب نعملها وبنحب نجرّبها، والحاجات اللي عمرنا ما جرّبناهاش عشان الخوف أو مكسوفين أو الكلام ده، خلّونا نزوّد عليها كل أسبوع حاجة ولو مرّة واحدة، وخلّونا نبدأ نعمل أي حاجة من الحاجات دي. كان في مجموعة من البنات في ورشة مع الكاتبة دي من كام سَنة، طلبت منهم يعملوا حاجة جديدة، والنتيجة إن في واحدة راحت تتدرّب boxing، وواحدة راحت حضرت ورشة فخار، والتالتة راحت حفلة بنات لأول مرّة، والرابعة جات مجرّبة لبس ياباني، وهكذا. حاجة هي فعلًا بتحبها، وعشان الإنسان ما بيعرفش نَفْسه إلا لمّا يجرّب، فده مش شغف، ده فضول. الطفل الصغير لمّا بيشوف حاجة بتثير فضوله، بتخلّيه يحاول يتحرّك ويتقلب، مرّة بعدها يزحف، وبعد كده يقوم لحد ما ياخد الحاجة اللي عينه عليها واللي الفضول بتاعه جايبها. ليه بطّلنا نعمل كده؟ ليه بقينا نمشي على الطريق الآمن وبس؟ ليه رفضنا ندوّر على سكة جديدة، مع إن ربنا خلق لنا الكون كلّه على شكل أبواب مفتوحة؟ الفضول هو الهداية، هو الدليل، هو الباب الأول قبل الشغف. قبل ما نعرف الشغف بتاعنا لازم يبقى عندنا فضول لحاجات كتير بنجرّبها، ولمّا تجربة صغيرة تفتح لنا الباب، الباب هيفتح باب، والباب هيفتح لنا سكة، والسكة هتفتح حياتنا وهتفتح معانا كمان شخصيتنا. وعشان نعرف قد إيه الفضول مهم، 25% من الشباب في أستراليا بياخدوا سنة كاملة قبل الجامعة، بس مش عشان يضيّعوا فيها وقت، بياخدوها عشان يكتشفوا نفسهم قبل ما يختاروا حياتهم وقبل ما يختاروا الكلية اللي هم هيدخلوها. بيسموها الgap year. سنة كده مش معناها إن هم يبقوا مشتتين، سنة بيبطّلوا فيها دراسة عشان يعرفوا فيها نفسهم، وده مش معناه إن إحنا نبقى مشتتين ولا إن إحنا نبطّل دراسة، بس ده معناه إن لازم يكون عندنا وقت صغير نعمل فيه حاجة بنحبها، بنتعلم منها، بنعيشها. افتكروا إن الوقت اللي بنضيّعه في حاجة بنحبها أو حاجة هتفصلنا وحاجة هتخلّينا نغيّر جو، فده مش وقت ضايع. خلّونا فاكرين أول سؤال من الأسئلة اللي جات في الأول، إن الحاجة اللي بنعملها والوقت بيعدّي من غير ما نحس، هي الحاجة اللي بصمتنا فيها وشغفنا وحُبنا ليها، حتى لو بدون مقابل مادي، حتى لو كل الناس قالت عليها تافهة، حتى لو باضيّع فيها وقت كبير، بس أنا مرتاحة وأنا باعمل ده، طالما بتدّينا طاقة تبقى جزء مننا. معنى الإبداع الحقيقي مش الرسم ولا الروايات، الإبداع هو إنك تختار تجرّب، مش إنك تستسلم للمخاوف بتاعتك. وزي ما قُلنا الفضول هو أول خطوة، بعدها هي التجربة، اللي بعدها الاكتشاف، واللي بعدها بنوصل للهوية بتاعتنا. خلّونا فاكرين إن ما فيش باب هيفتح وإحنا واقفين في مكاننا، ما فيش قدر هيتغيّر وإحنا خايفين، ما فيش بصمة هتظهر وإحنا ساكتين وفي مكاننا. فضولنا هو الطريق، والتجربة هي الباب، والتوازن هو البنزين. وخلّي بالك من نَفْسك، لإن اللي جاي محتاج روح كاملة، مش محتاج نسخة من غير روح. وأشوفكم في حلقة جديدة تاني قريب، وأعتذر لكم على التأخير، مرّيت بدور برد كده خلّى الصوت مش أحسن حاجة، وكنت حابة التجربة تكون أحسن. أشوفكم تاني على خير قريب بإذن الله، والسلام عليكم.